السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة اسهل طريقة لعمل القرص الفلاحي او الكماج او البكاكيم زي ما بتسموها. هنعملها بطريقة حلوة جدا لزوم بقى سحور رمضان، وتقدري كمان تعمليها للسندوتشات او اللانش بوكس في المدرسة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. لايك للفيديو ويلا نبدأ على طول. عشان نعمل بقى القرص الطرية او البكاكيم هنبدأ معايا كده كيلو من الدقيق، ومعليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة كده من الملح. هبدأ اقلب بالمكونات الجافة دي كلها مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين من اللبن الرايب. انا هنا معايا 3 كوبايات، بس هنزل الاول بكوبايتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو ما عندكيش لبن رايب تقدري تحطي لبن حليب عادي وعليه علبة زبادي، هيديكي نفس النتيجة، بس اللبن الرايب هو اساس الوصفة. هبدأ كده اقلب العجينة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبدأ انزل بالكوباية الثالثة وابدأ اعجن. الم العجينة بس كده في البداية الاول. مش كل انواع الدقيق بتقبل سوائل، يعني انت في البداية ابدأي بكوبايتين من الحليب، والكوباية الثالثة انزلي بيها بالتدريج. انا هبدأ اعجن في العجينة زي ما انتوا شايفين. هي العجينة لسه فيها دقيق، هجيب كده نص كوباية لبن وهنزل بيها بالتدريج. انا هنا نزلت بربع الكوباية بس ما جاتش في التصوير. وبعد كده هنزل بنص كوباية من السمنة على زيت، تقدر تخليها سمنة بس او زيت بس، او سمنة على زبدة او زيت على زبدة. انا حطيت سمنة وزيت. ابدأ كده اعجن في العجينة. في البداية العجينة هتتقطع معاكي، وبعد كده هتتشرب السمنة وهتبقى جميلة جدا معاكي. العجينة انا مش عايزاها تكون عجينة لينة، علشان وقت الخبز لما احطها على قماشة ما تتعبنيش وانا بشيلها. يعني العجينة ما بتكونش طرية قوي ولا يابسة قوي، يعني بتكون عجينة وسط. ابدأ اعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما السمنة تتشرب، كل العجينة تتشرب السمنة كلها اللي انا حطيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتنعم معاكي والبولة اللي معاكي هتنضف كده. هتكون هي العجينة بقت ممتازة معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده العجينة بقت ممتازة زي ما انتوا شايفين. وكمان انا ما خدتش غير ربع كوباية من الحليب. هبدأ اغطيها كده بالاسترتش زي ما انتوا شايفين، وبعدين هغطيها بفوطة وهسيبها تخمر شوية. بالنسبة للسوائل انا نزلت كده ب3 كوبايات وربع من الحليب الرايب. تقدري تنزلي بالاول بكوبايتين وبعد كده انزلي بالتدريج، عشان مش كل الدقيق زي بعضه. هغطيها وهسيبها بقى في مكان دافي تخمر. بعد ما عدى حوالي كده نص ساعة، انا كان عندي الفرن دافي، حطيتها في الفرن فما خدتش وقت معايا في التخمير، بس الفرن كان مطفي، يعني كان دافي بس مطفي. خرجت بقى منها الهواء كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبدأ اقطعها كور صغيرة. بالنسبة للحجم تقدري تعملي الحجم اللي انت حباه، حابة تعمليها كبيرة حابة تعمليها صغيرة. هبدأ كده على السطح اللي انا هشتغل عليه هرش رشة بسيطة كده من الدقيق، وابدأ اقطعها كلها كور وانعمها زي ما انتوا شايفين. هقطع كل الكمية بنفس الطريقة، وانا بقطع كده هبدأ اغطيهم كده بكيس من اكياس التلاجة عشان الوش بتاعها ما ينشفش معايا. هقطع باقي الكمية بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. انا هنا خلاص كنت قطعت الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اجيب بقى كده صينية وهحط عليها قماشة بالشكل ده، وهبدأ بأول حاجة خالص انا عملتها. العجينة على فكرة ارتاحت معايا. لو في الشتاء قوي والعجينة حسيت ان هي لسه مش مرتاحة، ما تفردهاش، سيبيها 10 دقايق ترتاح معاكي. هبدأ كده اجيب اول واحدة انا بدأت بيها وهقلبها على وشها. يعني انا هخلي الوش ده عشان انا عاوزة الوش اللي هو الناعم ده انا عايزاه يكون تحت. هبدأ اقلبها كده على وشها زي ما انتوا شايفين، وابدأ افردها. وانا عايزاها يكون سمكها يعني مش رفيع ومش تخين، بس اهم حاجة برضو ما تكونش تخينة قوي، عشان لو تخينة مش هتقب معاكي، هتبقى قرص طرية مش قرص فلاة مش البكاكين. هبدأ احطها على القماشة زي ما انتوا شايفين كده. الوش بتاعها اللي هو الناعم ده انا حطيته تحت.
وبعد كده بغطيها بقماشة تانية. هبدأ اعمل برضو بنفس الطريقة. لو حسيت ان هي محتاجة دقيق عادي حط دقيق، بس اهم حاجة الوش اللي يكون عليه الدقيق ده خليه من فوق والوش التاني من تحت، عشان انا هقلبها وقت الخبز. هفرد كده بشكل طولي او دايرة زي ما انت حابة تعمليها، وابدأ احط اللي هي اللي عليه الدقيق ده اخلي وشه من فوق. افرد كده زي ما انتوا شايفين، ما بتاخدش وقت خالص في الفرد. ولو حد بقى جنبك معاكي بنتك او حد معاكي يعمل لك يعني يفرد لك ولا حاجة، بيكون الموضوع اسهل بكتير. ابدأ كده افرد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ارش رشة من الدقيق كده وافردها بالشكل ده. شايفين السمك بتاعها؟ اهم حاجة ما تسيبهاش تكون تخينة علشان تقب كلها معاكي. انا كده خلاص خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين، وعملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحطها كده على قماشة وبعد كده بغطي بقماشة واحط بعملها زي طبقات. يعني انا عملت حوالي 4 طبقات زي ما انتوا شايفين، وكل طبقة بغطيها واحط فوقيها. هسيبها ترتاح حوالي كده تلت ساعة، لازم ترتاح تلت ساعة علشان تديني نتيجة كويسة وانا بخبزها. هنا بعد ما اختمرت معايا او ارتاحت شوية زي ما انتوا شايفين، هبدأ كده اكون مشغلة الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة. لازم يكون الفرن على اعلى درجة حرارة، والفرن بيكون شغال معايا من فوق ومن تحت. وحاطه صينيه الومنيوم فيه زي ما انتوا شايفين، انا ماسكاها قدامكم علشان هي سخنه، يعني انا مخرجاها من الفرن. هبدأ احط العيش زي ما انتوا شايفين. بقلب العيش، يعني انا بقلبه زي ما قلت لكم، الوش بخليه من تحت. في المرحله دي بقى بعدله، يعني بحط الوش اللي من تحت ده بخليه هو الوش بتاعي. بقلبه كده زي ما انتوا شايفين بكل سهوله كده بالراحه، والصينيه سخنه، وبحطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الصينيه بتكون سخنه جدا 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 عشان انا هعمله في فرن البوتاجاز. بعد كده هحطه على ارضيه الفرن، واول ما يبدأ يقب معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وياخد لون من الارضيه، هبدأ ارفعه كده من فوق قريب من الشوايه، وابدأ الف فيه لحد ما ياخد كله لون واحد معايا. يعني هبدأ الف كده فيه بالصينيه عشان يبقى كله اللون بتاعه موحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول بقى ما بتاخد اللون الاحمر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ببدأ بقى اخرجها على طول. بكون مجهزة طبق وحاطة فيه كده فوطة نظيفة، وبعدين بنزل بالبكاكين الجميلة بتاعتنا. شايفين بقى شكلها بعد ما خرجت من الفرن؟ حاجة كده ما شاء الله. ببدأ احطها كده في الفوطة وبعدين بغطيها على طول علشان تفضل طرية معايا. وبعدين هكمل بنفس الطريقة. بجيب الصينية بتكون سخنة من الفرن على طول، وببدأ احط البكاكين بتاعتي زي ما انتوا شايفين. انا بقلبها على وشها عشان الجزء اللي هو اللي احنا فردنا بالدقيق انا مش محتاجة يكون فوق عشان ما تكونش مجيرة معايا، وتكون شكلها من بيلمع كده من فوق وجميلة. هبدأ كده احط بنفس الطريقة. واهم حاجة زي ما اتفقنا الفرن بتاعنا بيكون سخن جدا جدا عشان البكاكين كلها تقب معاكي لانها بتحتاج لنار عالية. واول ما بتبدأ كده تقب وتاخد لون من تحت خفيف، برفعها على طول قريب من الشواية، وافضل الف فيها بالشكل ده لحد ما تاخد لون معايا وتبقى جميلة. وبعد كده بخرجها برضو زي ما انتوا شايفين على الفوطة على طول واغطيها عشان تفضل معايا طرية. اخلص باقي الكمية بنفس الطريقة. هنا خلاص زي ما انتوا شايفين كنت خلصت الكمية اللي معايا كلها. شايفين حاجة كده ما شاء الله؟ شايفين البكاكين كلها قبة معايا، والتسوية بتاعتها ممتازة، وعملناها في فرن البوتاجاز وطلع النتيجة بتاعتنا جميلة جدا. هتعمليها للسحور او للسندوتشات لللانش بوكس في المدارس، هتطلع معاكي جميلة جدا وولادك هيحبوها. شايفين طرية جدا وطعمها مش قادرة اقول لكم على جمالها. هتعمليها مش هتاخد معاكي وقت خالص. شايفين؟ يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.